لي مساكم كيفكم؟ واليوم وقفة العيد ولسه ابدا ابدا ما خلصت شغل، يا دوب بس اني شيء انه جليت، لسه كمان جلي ما طبقته، شيء انه بس نظفت البراد وجليت كنست قدام البيت، هذا هو شغلي يعني. وهلا ضل علي الغرف وبدي اغسل كمان الحصيرة. هون فكيت وجاه الاسفنجات والمخدات، شوفت عينكم، حطيتهم هون هلا عم اغسلهم، وما في مكان اغسل الحصيرة الا بالحمام يعني، فعم عبي وبدي بلش شغل. غرفة الأولاد لميتها وكنستها. شوفوا هاي السفنجات اللي بقلب الوجاه، شايفين كيف مشقفة؟ بس منيحة الحمد لله، بنقعد عليها. هاي غرفة الأولاد هيك، ضل علي بس رح أشطفها. هلا رح بلش بالصالون. هاي الوجاه فتحتهم على المروحة مشان ينشفوا، شايفين قديش في أغراض، والله كتير شغل ما عم خلص. وبعد ما غسلت الحصيرة نشرتها هيك شوي لما بدي أشلفها برا. وهيك كنست الصالون. هلا ضل علي غرفة النوم والمطبخ، آخر الشي رح أتركه كنسه وأمسحه. هلا رح نجي لغرفة النوم، وهلا رح بلش هيك ظبط التخت. هدول كلياتهم تياب على العمود، كلهم أغراضي دائما هيك بشلح وبلبس فبتكوم كتير بغرفة النوم لبس. هلا رح طبقهم كلياتهم هون على العمود ورتبه وظبطه، نفض التخت ورح لبس وش الفرشة هذا، يعني دائما بغسله وبحطه كل يوم يومين بغسله. وهلا هيك بعد ما لملمت الغرفة ونفضت الغبرة ولبست وش الفرشة، هلا عم يكبروا تكبيرات العيد برا. إن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بخير. وخبروني مين عايش بسوريا ومين عايش بتركيا اللي عم تحضروني، خبروني من وين عم تحضروني. إن شاء الله يا رب عيد مبارك على الجميع، الله يجعله يا رب عيد مبارك للأمة العربية كلياتها يا رب. يلا هلا رح كمل ترتيب التخت وكنس الأرض، لأنه بقى ضل علينا المسح، جد تعبان كتير كتير. وهيك بعد ما كنست الغرفة مظبوط ورتبت التخت، وهي مديت الأرض حطيتها هون، مسحت الغبرة كمان، صارت الغرفة مثل الفلة. يلا هلا ضل علينا بدي كنس هون بالأول بعدين امسحه، والبيت بقى مسح على السريع واخلص، لأني جد تعبت كتير وأنا عندي حساسية من الغبرة. بس عزل أو كنس أو امسح يعني بصير بعطس بدال العطسة. فالله يشفيني يا رب من هالحساسية ولا يفرجيها لمخلوق، لأنه عن جد صعبة، وبالذات نحن لما نكون أمهات يعني ما في حدا يشيل عننا كتف، فنحن مجبورين إنه نشتغل ونشم ريحة الغبرة. وهلأ رح لبس وجاه الكنبايات. هلأ هيك بعد ما كنست خلص البيت كلياته، هلأ رح أحط معطر. سوري على الصوت مو حلو بعرف. رح أحط كمان كلور، لأن بلا معطر وكلور ما بصير شيء اسمه نظافة. وخلصت جلي كمان، رجعت جليت بعد ما جليت ونظفت البراد على اللايف، ضليت 3 ساعات اجلي. هلا هون هيك حطيت كلور عصرة كبيرة. ويلا خلونا نكنس. بدي احكي كلمة تشوف اذا الناس عم تحضر هذا الفيديو كامل او نصه. راح اقول رقم 7، اذا انكتب بالتعليقات رقم 7، اول واحد راح يكتب رقم 7 بالتعليقات راح اعرف انه بحبني كتير وعم يشوف فيديوهاتي للنهاية. بما انه الارض يعني كتير وسخة، شوفوا هون في مثل التراب، هاي امس ابني جايب مثل المعجونة، راح احط هيك بدون ما اعصر. هلا هيك حاليا راح افرك الارض هيك كلياتها فيها، اول دور من دون ما اعصرها راح افرك هذا الارض بالبسطاط مثل هيك، شايفين هيك لحتى تنضف، وبعدها راح نشفها هيك. شايفين بقى الدنيا عيد بدنا ننظف تنظيفة نظيفة. خلصنا ضل هالارض علينا وخالصين الحمد لله رب العالمين. يا رب تجعلوه كل عيد مبارك على الجميع يا رب. شايفين مثل هيك رح افركهم
للأراضي، وبعدها راح نشفها للبسباطة. لا كمان راح فوت امسح غرفة الأولاد لأني خلص شلنا السجاد منها. شايفين مثل هيك يعني هيك يعني حتى تنبل الأرض مزبوط، لأنه صار لي يومين يمكن 3 كمان مو ماسحة البيت. البيت وضعه أبدا مو ظابط. شايفين مثل هلا هون هيك في وساخ، ما بعرف شو هاي كمان. هيك ان شاء الله شوفوا النظافة غير شكل. هلا خلصنا هو النص، والغرفة كمان جوا صارت نظيفة. هلا ضل هون كمان ورا الكنبايات كمان نفس الطريقة هيك. رح افرك الارض هيك. وهيك هلا الصالون خالص نشفته كمان. بلش كمان هون. بعد ما صارت الأرض شوفوا ما شاء الله عم تضوي ضوي، رح بلبس وجاه الكنبايات، والحمام كمان شطفته نظفته صار نظيف. عفوا رح لبس وجاه السفنجات وصور لكم الشكل النهائي للبيت. هلا رح لبس وجاه المخدات هي لهي، وهدول كمان هلا رح لبسهم. بس اكتر شي بكرهه اني لبس السفنجات والمخدات، جد يعني مزعج كتير. رح نحط الكنبايات هون، وسفنجة من هون وسفنجة من هون. والله شعور النظافة غير شكل ما شاء الله. الريحة بتاخد العقل. هيك لبست المخدات، شوفوا يا عيني شي عم يلمع لمع. شوفوا المخدة صارت تطلع من النظافة، وهدول المخدات صاروا نضاف. هلا رح لبس الاسفنجات، اصعب الشي. وهلا هيك صار شكل البيت بعد ما حطيت الاسفنجات وظبطته. صار ريحة النظافة كأنه خلص بكرة عيد. امتى نسيت شغلي، اني انا امسح ايدين الكنبايات والطاولات. يلا خلينا نمسحهم عشان يكونوا جاهزين. كمان بخاخ التنظيف او ما بعرف شو بيقولوا له، هذا البخاخ يعني كتير منيح. والله انا بستخدمه للشبابيك للمطبخ لكل شيء، يعني بنظف بيشيل الدهون بطريقة مو طبيعية. المطبخ كتير ممتاز. فهلا رح احط هيك شوي امسح الغبرة منهم. صاروا عم يلمعوا. هلا رح امسح ايدين الكنبايات، رح احط هيك شوي عليها. ما في بخاخ كسر ودني. رح ننظف الايدين امسح الغبرة. وهيك كمان رح بخ على الطاولة عشان امسحها. كمان هي طاولة الصالون لازم تضل نظيفة. بدي انشر كمان الحصيرة برا، وهي مدة المطبخ كمان غسلتها، وكمان غسلت مدة غرفة النوم البيضة كمان لأن ما ضل شي نمده. فيلا رح اطلع انشر. اعطيني رأيكم بالنظافة وريحة النظافة. والحصيرة صارت عم تضوي طوي مثل الثلج. وبعد ما خلصت هيك البيت ورحت نشرت الأغراض، رح انشر الغسيل واشطف كمان برا مشان هيك نكون جاهزين من برا لجوا للعيد. وبعد ما خلصت هيك البيت ورحت نشرت الأغراض، رح انشر الغسيل واشطف كمان برا مشان هيك نكون جاهزين من برا لجوا للعيد. لهيك رح احط مي، حطيت كلور بالأرض وشوية معطر، بس شوية مي حطيت بكفي لأن برا كنسته ونضيف تقريبا. عملت هيك شايفين هذا اللي بالأرض هذا الدهان وما عم ينضف. هيك صار مثل الفلة. شوفوا ما شاء الله صار عم يلمع لمع غير شكل. هذا الشكل النهائي. رجعت نشفت دور تاني بعد ما فرشيتكم.
يا سلام، يا سلام، ما أحلى النظافة غير شكل. والنظافة حياة، حياة تانية. بالنسبة لثياب العيد اللي سألتوني عليهم، هدول لأكرم، معي الشحاطة، وهدول ثياب لولو، معي الكلاسي كمان، هدول هيك تاج بدها تلبسون كلهم لإلها بتعرفون. هاي ثياب جود، طاقية لجود وطاقية لأكرم، هاي ثيابهم العيد. إذا عجبوكم لا تنسوا تحطوا لايك.